قصة اليوم قصة قصيرة رائعة قد تبدو للعديد من المشاهدين غير واقعية، ولكنها حقيقية وأحداثها مؤثرة جدا. القصة بعنوان "فعل الخير تجده". يحكى أنه في ليلة عاصفة شديدة البرودة، كان هناك طبيب شاب ساهر في طوارئ إحدى المستشفيات الصغيرة، وفجأة دخلت عليه امرأة كبيرة في العمر تبدو عليها مظاهر الإجهاض والمرض واضحة. يظهر من ملابسها وإياتها حالتها المادية البسيطة، وكان معها شاب في العشرين من عمره، تبدو عليه هو الآخر علامات التعب والإرهاق وقلة النوم واضحة. وقد أخذ الزمان ضحكته وطاقته. اقترب الطبيب من المريضة وسألها: "أخبريني يا سيدة، ما الذي يؤلمك؟" أجابته المرأة بصوت خافت متعب: "أعتقد أن السكر والضغط مرتفعان." ابتسم لها الطبيب في هدوء وهو يجيبها: "حسنا، فلنبدأ الكشف على الفور." في هذه الأثناء رن هاتف الشاب المصاحب للمرأة، فخرج من غرفة الكشف معتذرا بأدب حتى يجيب على الهاتف. وبعد دقائق معدودة عاد إلى الغرفة وعيونه مغروقة بالدموع دون أن يقول أي شيء. ثم سأل الطبيب عن حالة المريضة في اهتمام، فأخبره الطبيب أنها بحاجة ضرورية إلى الأنسولين، وهو غير متوفر في هذا المستشفى. فأجاب الشاب: "سوف أحضره حالا من الصيدلية." قالت له المرأة: "ولكن البرد قارس بالخارج يا بني، لا أريدك أن تتعذب، يكفي ما قمت به حتى الآن." أجابها الشاب بلا تفكير: "المهم سلامتك." ثم انصرف. سألها الطبيب: "لا تقلقي، إن من واجبه رعايتك، فأنت أمه." أجابته المرأة بنظرة استغراب: "ولكنني لست أمه، لقد كنت آتي إلى هنا سيرا على قدمي في هذا الجو البارد حتى أوفر ثمن المواصلات." فتوقف هذا الشاب بسيارته بجانبي وعرض علي أن يقوم بإيصال المكان الذي أريده، وها هو أيضا ذهب ليجلب لي الدواء ويدفع ثمنه من جيبه. وبعد مرور دقائق معدودة عاد الشاب ومعه الأنسولين، ومن جديد رن هاتف الشاب فخرج ليجيب هذه المرة، وعاد وعلى وجهه ابتسامة عريضة وهو يردد: "الحمد لله، الحمد لله، أشكرك يا رب، ألف حمد وألف شكر." لم أتمكن من كبح فضولي وسألته: "ما الموضوع؟" فأخبرني أنه يعمل هنا بمفرده في هذه البلاد، وزوجته تعيش في بلد آخر، وهي حامل بعد 7 سنوات من الزواج، واليوم هو موعد ولادتها وقد نزفت دماء كثيرة. وفي الاتصال الأول أخبروني أن حالتها خطيرة وتحتاج إلى دم، ولا يوجد من فئة دمها في المستشفى. وخلال طريقه إلى الصيدلية حتى يقوم بإحضار الأنسولين، كان يدعو الله عز وجل حتى ينجيها وينجي ابنه القادم. وفي الاتصال الثاني أخبروه أنه فجأة دخل 3 أشخاص من جمعية التبرع بالدم، غرباء ومعهم أكياس دم تبرع للمستشفى من جميع الفصائل. وهكذا تم إنقاذ زوجتي وابني، وهما الآن بصحة تامة والحمد لله. في ذهول قال له الطبيب: "الخير الذي فعلته مع هذه السيدة عاد إليك بالخير. أرجو أن تعجبكم هذه